اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين، صباحكم مليان خير ورضا وامل وتفاؤل واطمئنان وراحه بال. كنت مره بقرا في قصه، فلقيت فيها نصيحه حلوه قوي عجبتني. النصيحه بتقول ايه؟ القي ببذور وردك، لا يهم اذا لم تتمتعي انت برؤيه الزهور، لكن سيستمتع بها غيرك، وتكوني انت سببا في سعاده غيرك، وتكوني ناشره للحب والسلام. لا تلتفتي للمحبطين ولا للحاسدين ولا للحاقدين، ولا تنتظر الشكر والعرفان. خليكي دايما قدمي العمل الجميل من ايديكي ومن روحك الحلوه. تعالوا الاول نشوف عملنا ايه غدانا النهارده، وكمان يعني الغدا بتاعنا لذيذ جدا النهارده. تعالي نشوف عملنا ايه. اول حاجه جبت الكبه بتاعتي، حطيت فيها فلفل وثوم وفرمتهم في الكبه، وجبت طبق وحطيت فيه كمون وملح، وكمان شوية كزبرة. نزلت عليهم كده بالفلفل والثوم اللي انا فرمتهم في الكبة. طبعا الفلفل حراق او بارد زي ما انت هتحبي تستخدميه. حطيتهم كده وقلبتهم، وهنزل عليهم بالليمونة هعصرها عليهم. ليه؟ علشان السمك بيحب دايما الليمون والبهارات الحلوة ديت فيه دايما. فاعصر الليمونة بتاعتي كده واديهم تقليبة علشان اتبل السمك بتاعي النهارده. السمك لما بتتبليه وبتسيبيه على جنب تقريبا خالص نص ساعه، يعني ما تزوديش عن كده، لان لما بيقعد اكتر من كده ما بيكون طعمه مش لذيذ قوي. هجيب بقى اركنهم بقى على جنب، وعندي صبيت وكاليماري، يعني كام واحده صغيرين كده لقيتهم في الفريزر عندي، فطلعتهم قلت ما اعملهم. فقطعتهم بقى زي ما انتوا شايفين كده بالتقطيعه اللي تحبيها قطعي. انا قطعتهم رفيع كده علشان انا عايزه اعمل لهم تتبيله حلوه واقليهم يكونوا مقرمشين كده، عاملين زي زي الكنتاكي كده. مسكتهم بقى زي ما قلت لكم، قطعيهم بقى بالتقطيع اللي انت تحبيها. انا السمك بتاعي صغير فقطعته رفيع خالص زي زي الستريبس. انزلهم بقى في البوله تاني، بس الاول هحط معلقه من التتبيله اللي انا عملتها علشان اتبل السمك بتاعي يبقى حلو. نزلت كمان بثلاث معالق دقيق، وهنزل عليهم بالميه واقلب كده تقليبه لحد ما تبقى عامله معايا عجينه سايله، بس ما تكونش سايله قوي يعني. وهديهم تقليبه بقى، وانزل عليهم بالسمك الكلاماري والصبيت فيها كده، واديهم تقليبه واسيبهم على جنب يتبلوا براحتهم لحد ما نجهز بقيه اكلتنا النهارده. السمك الكاليماري دي انسب طريقه ليه، او الصبيط دي انسب طريقه ليه. على حسب بقى انت معاكي كميه قد ايه بتزودي كميه التتبيله اللي انت بتعمليها. ومعايا سمك تاني اللي هو سمك المرجان، من احلى الاسماك البحريه اللي ممكن تاكليها في حياتك. سمك طعمه يجنن، وكمان مش غالي، يعني تقريبا نفس سعر السمك اللي هو البلطي او البوري. يعني مش غالي خالص، يعني انت هتجيبي كيلو كده هو نفس سعر الكيلو التاني. كنت منضفاه ومنضفاه كويس من جوه ومن بره. حشيته كده بالتتبيله. طبعا اللي فاض من التتبيله بتاعتي دي انا مش هرميه، هعمل بيه تتبيله، هعمل بيه طبق حلو جدا من المقبلات اللي اللي دايما بتكون مع الاكل، مع السمك يعني. همسك بقى الاول السمك بتاعي، اقلبه في الدقيق بعد ما رشيت عليه شويه ملح وشويه كمون وشويه كزبره. يعني تبلته كده هو كمان علشان السمك بتاعي ما بيتبل من جوه من بره، ولما يجي يتقلي يبقى طعمه لذيذ. هركنه بقى على جنب، واجيب بقى الكبه بتاعتي تاني وفيها شويه ميه صغيرين، واحط عليهم الباقي من التتبيله، وانزل عليهم بطماطمايه كده هفرمهم في الكبه ناعم جدا لحد ما يتفرموا معايا ويبقى بالشكل ده. طبعا بقى انت بتدوقي الملح بتاعه وتشوفي الملح بتاعه عامل ايه. محتاج ملح بتحطي له، محتاج توابل تانية بتحطي له. وقطعت عليه كده عود كزبره، سوري، عود بقدونس ناعم جدا، وفضيته في الطبق اللي هقدمه فيه وركنته على جنب. كده الطبق بتاعي ده جاهز، طعمه يجنن وريحته تحفه. من جماله احنا سيبنا السلطه خالص واكلناه هو. وطبعا بنعمل الرز الصياديه بتاعنا بتاع السمك. حطيت بصلايه متقطعه وعليها الماده الدهنيه، احمرت بقت اللون الذهبي ده، نزلت عليهم بفص حبهان وعود قرفه وكمان ورقتين لوري. طبعا لازم يطلعوا الريحه بتاعتهم علشان ريحه الاكل وريحه وطعم الرز يبقى طعمه حلو. اديتهم تقليبه لحد ما بقوا باللون الغامق ده علشان الرز بتاعي يكون لونه بني، ونزلت عليه بالميه. هسيبه بقى اديله الملح بتاعه وشويه كمان قرفه
واغطيه بقى لحد ما يغلي علشان انزل عليه الرز المغسول طبعا. بس طبعا بقى اجيب الطاسه بتاعتي واحطها على نار هاديه لحد ما تسخن، عشان الاكل بتاعي كله يطلع مع بعضه. هزود بقى الرز بتاعي الميه بتاعته، واغطيه واركنه على جنب لحد ما لا واركيه واغطيه واسيبه على نار عاليه يعني لحد ما يستوي. هجيب بقى الزيت بتاعي سخن، واجيب السمك بتاعي هنفضه كويس من الدقيق علشان الزيت بتاعي ما يسودش. طبعا انت ممكن علشان الزيت بتاعك ما يسودش، ولو انت يعني مثلا الزيت ده انا خلاص اخر مره هعمل فيه وخلاص كده، لكن انت لو حابه الزيت هتعملي فيه مره تانية، مثلا بتعينيه في التلاجة لحد ما تعملي فيه مره تانية اول مره تستخدميه يعني، ومش حابه ان انت ترميه من اول مره، بتروحي جايه مقلبه في الدقيق وركناه على جنب لحد ركنه السمك على ورق او مناديل على جنب لحد ما يتشرب الدقيق بتاعه. تيجي تحطيه في الزيت بتلاقيه الزيت بتاعك نضيف جدا ومفيهوش اي حاجه. كده طلعت اول طاسه من السمك، وهنزل بقى بالباقي. طبعا السمك ده ما بياخدش اي سوا خالص، يا دوبك اللون بتاعه بيكون جلد خفيف كده حلو، وكده بيكون استوى. هنزل بقى ببقيه الكالاماري حابه تنزلي بيه من التتبيله على طول في الزيت، تمام. حابه تقلبيه التقليبه اللي انا بقلبها بيه ديت، برضو زي الفل. هو الاتنين بس كده بيدوله قرمشه احلى يعني. لكن لما بتطلعيه من التتبيله اللي احنا عملناه وتنزلي فيه في الزيت على طول بيكون طري شويه، لكن كده بيديله القرمشه اللي بصي تحسي ان انت بتاكلي حاجه مقرمشه كده. بقلب بقى لحد هو طبعا برضو ما بياخدش سوا، فبديله تقليبه يا دوبك بيحمر وياخد اللون الجلد الخفيف ده، واروح جايه مطلعه. طبعا الرز كمان كان استوى، كنت بديله تقليبه. بطلع بقى السمك علشان الاكل بتاعي كله يكون سخن مع بعض، وانزل بقى بحبه السمك الباقيين، وخلاص كده السمك بتاعي اتقلى، والسلطه كمان عملتها وانا بقلي في السمك، وطبعا الرز كمان استوى. نغرف بقى الاكل بتاعنا ونشوف هيكون طعمه عامل ازاي، وكمان ريحته عامله ازاي، حاجه كده في منتهى الجمال. أكلة سمك تجنن، طعمها تحفة وكمان خفيفة مش تقيلة على المعدة. تعالوا بقى نغرف الأكل بتاعنا. جبت كده طبق وقطعت فيه بقدونس وكزبرة، وحطيت السمك بتاعي عليه. رصيه بقى بالرصة اللي تحبيها، العين بتاكل قبل البق، فدايما خلي بالك من تزويق السمك بتاعك، ورصيه برصة كويسة علشان تعجب ولادك. وهرش بقى على فوق كده شوية ملح وكمون، وكمان احط بقى الجرنش بتاعي الليمون اللي احنا بنعصره عليه واحنا بناكله. كده الفيديو بتاعنا النهارده خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم متنسوش لايك وشير وسبسكرايب المطبخ سمسم عشان يوصلك كل فيديوهات، واشوفكم في فيديو جديد. باي.